في خطوة تهدف إلى دعم المواهب الشابة وتشجيع صناعة المحتوى الهادف. انطلق اليوم من منتدى شباب النعمانية مهرجان فيلم الموبايل بنسخته الأولى ليجمع صناعة المحتوى والهواة في مساحة واحدة لعرض أعمالهم الإبداعية. حضرنا اليوم مهرجان فيلم الموبايل للمحتوى الهادف الأول الذي أقامته مديرية شباب رياضة واسط منتدى شباب النعمانية. طبعا هذا المهرجان هو بجهود ذاتية من قبل الأخوة في المنتدى. الكل يعرف أنه احنا بالنسبة فيما يخص الدعم المادي يعني بسنة 26 بدايته والأزمة المالية، فاحنا نعاني حالنا حال يعني عدد كبير من الدوائر نعاني من الدعم المادي بسبب شحة الأموال. نتأمل أنه من الحكومة القادمة أنه تنظر لأبنائنا الشباب، تنظر بعين الأبوة، لأنه بصراحة خلال الثلاث سنوات السابقة ماكو دعم لمديريات الشباب من قبل الحكومة المركزية. بدأنا ببرامج وليس مبادرات بسيطة. بدأنا ببرنامج علمني حرفة للتمكين الاقتصادي. هذا البرنامج اللي شمل مجموعة من الحرف اللي تساعد الشباب ومن كل الجنسين للدخول إلى عالم القطاع الخاص. واليوم ختمنا في مهرجان فيلم الموبايل للمحتوى الهادف. هذا أيضا من ضمن البرامج اللي تساعد الشباب على إبراز مواهبها بشكل جيد وتتمكن من الدخول إلى عالم الفن، ومن ثم استخدام الموبايل استخدام صحيح بدل أن يكون هناك استخدامات فاشلة ممكن تؤدي بالشباب إلى الضياع. أعضاء لجنة التحكيم أكدوا أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لمحافظة واسط، مشيدين بالمشاركين مع الشباب الذين رغم صغر سنهم قدموا أعمالا كبيرة ورائعة. هذه الخطوة إيجابية لمحافظة واسط، بالتالي تهدف إلى المحتوى الهادف. احنا بحاجة بهاي الفترة لهذه المواضيع. الشباب اللي شاركوا بهذا المهرجان شباب طموحين، صغيرين بالعمر لكن كبيرين بالإبداع. أتمنى لهم كل التوفيق. حقيقة أعمال مختلفة اجت، بعضها حسينية وبعضها اجتماعية وبعضها طابع السياسي. أتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله يجتهدون أكثر ويقرون أكثر ويعملون أكثر حتى يوصلون لما هم يطمحون له. اليوم حضرنا مهرجان للمحتوى الهادف للموبايل وشاهدنا أفلام كلش جميلة أمانة الله. يعني عندنا مخرجين حاليا أنا متأكد إنه راح يكون لهم اسم إن شاء الله بالساحة وبالمجتمع الواسطي واحتمال على العراق. يعني أفكار كلش حلوة، بها أفكار حسينية هادفة وبها أفكار يعني مجتمعية، ونشكر اللي قائمين على هذا المهرجان. بين الطموح والإبداع ورسائل أرادت الشباب أن تصل، كان مهرجان فيلم الموبايل للمحتوى الهادف يشكل منصة جديدة تبرز بها طاقات الشباب وتفتح أولى أبوابها أمام موسم جديد من التميز والإبداع. النعمانية نيوز، كريم حسن.